أهلا وسهلا بحضراتكم. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل صحة وسعادة. معادنا مع فيديو جديد هنتكلم فيه عن بعض الأمور اللي ليها علاقة بالنادي الإسماعيلي، ولكن زي ما حضراتكم متعودين معانا بنطلب منكم إن انتوا تذكروا الله وكمان تصلوا على النبي محمد، وإن شاء الله يكون فيديو مميز وأتمنى إن أنا أكون عند حسن ظنكم. وطبعا كعادتكم ودعمكم وتشجيعكم لينا بنتمنى إن انتوا تدوسوا لايك للفيديو، وكمان أي حد مش مشترك في القناة يسعدنا إن هو يشترك فيها. خلاص بنتكلم في حاجات بسيطة كده، أقل من 400 مشترك عشان نقدر نوصل ل 3000 مشترك بيحبوا وبيهتموا بأخبار النادي الإسماعيلي. فأتمنى من حضراتكم إن انتوا تدعمونا عشان نستمر في تقديم الفيديوهات اللي ليها علاقة بالنادي الإسماعيلي. طبعا من بعد الهزيمة المستحقة قدام الزمالك الحقيقة، وإحنا كجمهور للإسماعيلي يعني ما عندناش نفس إن إحنا نتكلم في الكورة، وإن للأسف الأمور ضبابية جدا جوه النادي الإسماعيلي، ومع أي خسارة النادي الإسماعيلي بيتعرض لها نفسنا إن إحنا نسمع بقى عن استقالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. الحقيقة طبعا يعني بنعيش حالة نفسية سيئة جدا، وخصوصا مع بعض الأندية اللي موجودة معاك في الدوري، أمثال مثلا وادي دجلة عامل أداء كويس جدا، ويعني موجودين في المركز الثالث في الدوري، مع إن هم يعني ده أول موسم يطلعوا ليه للدوري الممتاز بعد غياب طويل. وان الحقيقه الموضوع مش مقتصر على فنيات ولا مقتصر على يعني ان انت تدعم بقى بصفقات قويه، الموضوع مقتصر على إدارة قدرت إن هي تخطط وتبني فريق كويس جدا ولعيبة عندهم خبرات تقدروا إن هم ينفذوا كل تعليمات المدير الفني. طبعا الكلام ده كله مش موجود عندنا الحقيقة في إدارة النادي الإسماعيلي، ما عندناش إدارة بتعرف تخطط ولا عندنا إدارة بتعرف تعمل أي حاجة. وللأسف خليني أقول لك إن بعض الناس يعني بتزعل مني إن أنا بتكلم بشكل على الإدارة أو إن أنا بنتقد الإدارة، وإن الناس اللي محسوبين على إدارة النادي الإسماعيلي بيكلموني ويقولوا لي طب الإدارة هتعمل إيه؟ طب ما هي الشيلة تقيلة، طب ما فيش حد بيساعد النادي الإسماعيلي. الحقيقة كلام يعني خلاص إحنا حفظناه، وكلام ما فيهوش فيه أي جديد، وإن الرد اللي أنا بقوله إن إدارة النادي الإسماعيلي كانت عارفة كل الكوارث اللي موجودة جوه النادي، ومع ذلك الناس قالت إحنا جايين وهنحل المشاكل وهنخلص النادي من كافة الديون اللي عليه. فإحنا مش عايزين كل شوية نعيد الأسطوانة دي اللي هتقدم ولا هتأخر. زي ما قلت لكم يعني احنا بنتمنى ان احنا نسمع خبر رحيل اداره النادي الاسماعيلي، ولكن السؤال اللي بفضل اساله لنفسي هي الاداره متمسكه ليه بالكرسي لحد دلوقتي؟ يعني الاداره ليه مش عايزه تقدم استقالتها وتمشي وتقول خلاص انا مش قادره ان انا اضيف او اعمل اي حاجه جديده؟ وان الموضوع يعني الحقيقه بشوف ان هو عند، وان الاداره مش عايزه تسيب الكرسي لاي حد يجي من بعدها ينتشل النادي الاسماعيلي من الوضع الكارثي اللي هو فيه. هنتكلم على الاداره في نهايه الفيديو، ولكن خليني اقول لك ان اداره النادي الاسماعيلي والكابتن احمد العجوز المشرف على الكره بيرفضوا تطبيق عقوبات على النادي الاسماعيلي بعد الخساره من الزمالك، وان يعني الكابتن احمد العجوز والمدير الفني ميلود حمدي شافوا ان اللعيبه لعبوا اداء كويس جدا، وان المستوى يعني ما كانش سيء للدرجه، وان اهداف نادي الزمالك كانوا من اخطاء فرديه، فبالتالي احنا ضد تطبيق عقوبه على لاعبي النادي الاسماعيلي. فيعني عايز اقول لك كده بالبلدي وعشان ما نزوقش الكلام، ان اداره النادي الاسماعيلي شايفه ان اللعيبه اصلا زهقانه، وان اللعيبه اصلا يعني متضايقه من اداره النادي، فبالتالي الاداره مش عايزه تزود الامور ومش عايزه تصعب الامور عليها اكتر من كده. زي ما انا قلت لكم في فيديو نزلته لمده 30 ثانيه ان اللعيبه للاسف مستاءه كتير جدا جدا من اداره النادي، وان اللعيبه لما بتتكلم مع بعضها كده بيقول لك ان السبب اللي النادي الاسماعيلي فيه هو اداره النادي، ومش ذنبنا احنا كلعيبه ما نجيبش لعيبه جديده ولا نجيب صفقات ولا ندعم الفرقه، وان اللعيبه بتقول لك هو ده الوضع احنا هنعمل ايه. فطبعا الاداره مش عايزه تدخل في صدام مره تانية مع اللعيبه، وبيكتفوا بالصدام اللي حصل قبل كده، وان اداره النادي خصمت نسبه حوالي يعني 20% من مستحقات اللعيبه بسبب يعني امتناع لعيب النادي الاسماعيلي عن نزولهم المران، وده اللي خلى يكون في صدام او يكون في ازمه بين اللعيبه وبين الاداره. فكابتن احمد العجوز شايف ان هو بقى ما يصعدش الامور اكتر من كده، وان اللعيبه اصلا ما بتقبضش اي حاجه. بنتكلم ان اللعيبه خسرت 5 مباريات قبل كده وكسبوا ماتش وتعادلوا ماتش، فبالتالي اللعيبه ما بتاخدش مكافآت الفوز، فيعني اللعيبه بتلعب كده على ما تفرج بقى ولحد ما تكسب عشان تاخد المكافاه. كمان بقى بعد الخساره من الزمالك الحقيقه، والناس بدات بقى تتكلم المدير الفني هيكمل ولا هيمشي، المدير الفني هل ليه نتائج او ليه بصمه مع النادي الاسماعيلي ولا لا.
لا. فإدارة النادي الإسماعيلي يعني بيقطعوا الشق باليقين، وبيقول لك إن إحنا بنجدد الثقة في المدير الفني ميلود حمدي، وإحنا عندنا ثقة كاملة فيه إن هو يقدر ينتشل النادي الإسماعيلي من الوضع ده، وإن إحنا مش هنحكم على المدير الفني ميلود حمدي دلوقتي إلا إذا لما نجيب له صفقات ونجيب له لعيبة عشان نقدر نحكم عليه وشغله يبان أكتر من كده. وان احنا كجمهور للاسماعيلي بنشوف يعني ان شغل ميلود حمدي مع الفريق مش وحش، وان المدير الفني بيكون ليه بصمه مع الفريق الحقيقه، ولكن الاخطاء الفرديه المستمره دي مشكله جدا بتواجه المدير الفني. وهنا برضو بشوف ان من بعض العيوب اللي موجوده عند المدير الفني ان هو لحد دلوقتي مش قادر ومش عارف يعالج الاخطاء الفرديه اللي النادي الاسماعيلي للاسف كل مباراه بيغلط او كل مباراه بيدخل فيه هدف بسبب الاخطاء الفرديه، وان للاسف الاخطاء الفرديه دي بتكلف النادي الاسماعيلي نقاط المباراه. واحنا للاسف كفرقه ما عندناش الفكر ولا الاستراتيجيه ان احنا نعوض الهزيمه وان احنا نتعادل وان احنا نسجل هدف الفوز، لان للاسف ما عندناش اي لعيبه في الفريق عندها القدره الهجوميه وان هي تسجل اهداف. يعني الخط الامامي للنادي الاسماعيلي سواء نادر فرج، مروان حمدي، محمد خطاري ولا خالد النبرسي لحد دلوقتي ما سجلوش ولا عملوا اي حاجه تذكر في خط هجوم النادي الاسماعيلي. فبالتالي انت لما بيدخل فيك جون خلاص المباراه بتكتفي لحد كده، وان النادي الاسماعيلي ممكن النتيجه يعني تتزود عليه وخلاص الحكم ينهي المباراه. ولكن فكره ان النادي الاسماعيلي يدخل فيه هدف ويتعادل ويفوز، فالموضوع ده مستحيل تماما مع كواليتي اللعيبه اللي موجوده. فالاداره بتقول لك ان المدير الفني مكمل لحد اشعار اخر، لحد ما نشوف بقى الامور هتوصل لايه او هتحصل بعد انتقالات يناير، لان طبعا الامور هتكون صعبه جدا جدا الحقيقه. خليني اقول لك ان احنا كنادي اسماعيلي هنعاني من دلوقتي لحد انتقالات يناير. ده يعني في حالة لو إدارة النادي الإسماعيلي صدقت في كلامها وفتحت القيد، لأن أنا الحقيقة ما عنديش أي ثقة تماما في الإدارة اللي موجودة، لأنها الحقيقة غير جديرة بإدارة النادي الإسماعيلي. ولكن خلينا نقول إن المدير الفني مكمل مع النادي الإسماعيلي، وده عشان بعض الكلام اللي طلع إن ممكن الإدارة تفكر في رحيله بقى، وإن الإدارة تمتص غضب الجمهور بمشيان المدير الفني. طب أنت لما تيجي تسألني كواحد من جمهور نادي الإسماعيلي، أنت بتحمل المدير الفني المسؤولية اللي موجوده دلوقتي؟ خليني اقول لك ان المدير الفني يعني قبل بدايه الدوري عمل فيديو على صفحه النادي وموجود لحد دلوقتي، وهو بيتحمل المسؤوليه الكامله للنادي الاسماعيلي، وقال ان انا على درايه كامله بكل المشاكل والازمات اللي بيعاني منها النادي، فبالتالي لازم ان انا احمله الوضع، لان هو بعضمه لسانه قال انا بتحمل كافه المسؤوليه اللي موجوده داخل النادي الاسماعيلي. ولكن احنا في الموضوع ده او الملف ده بنتمنى ان هو ينجح مع النادي الاسماعيلي. لازم اداره النادي الاسماعيلي تشتغل بجد عشان تقدر ان هي تفتح القيد وكمان تجيب صفقات جديده، وان للاسف لو ما تمش فتح القيد هنكمل الموسم باللعيبه اللي موجوده، النادي الاسماعيلي هيهبط لا محاله، وان الظروف هتكون صعبه كلها ضد النادي الاسماعيلي. كمان تعالوا نروح لموضوع مهم جدا، وهو فكره ان الناس بدات تتكلم وتسال وجود العثمانيين مره تانية داخل النادي الاسماعيلي. في صوره انتشرت على السوشيال ميديا بعد الخساره من الزمالك، وهما يعني الاحفاد الصغيرين لعيله عثمان، انهم عندهم القدره والكفاءه ان هما ينتشلوا النادي الاسماعيلي من الوضع الصعب ده. الناس بدات اسئلتها تزيد وتكتر، هل الناس فعلا قريبين من النادي الاسماعيلي؟ هل الناس فعلا هييجوا يشتغلوا جوه النادي الاسماعيلي؟ خليني اكد لك واقول لك ان الفيديو اللي انا بعمله مع حضرتك ده يوم السبت، لسه لحد دلوقتي مفيش اي جديد في الملف ده. ممكن بكره، ممكن بعده، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي الامور تتغير، ولكن خليني اقول لك الموضوع كله متوقف على رحيل اداره النادي الاسماعيلي. وهنا في مشكله احنا بنواجهها، ان اداره النادي الاسماعيلي متمسكه بالكرسي بشكل غريب جدا ومستفز جدا، فممكن مع رحيل الاداره وتمشي بقى وتفارقنا ممكن في امور تتجد، ممكن الناس تتكلم معاهم، ممكن الناس تخش النادي الاسماعيلي. وزي ما انا اكدت لحضراتكم قبل كده ان احفاد عيله عثمان عندهم النيه ان هم يكونوا موجودين جوه النادي الاسماعيلي، وان هم يطبقوا بقى افكارهم ويطبقوا قدراتهم وخبراتهم في الشركات اللي هم بيتولوها، ان هم ينتشلوا النادي الاسماعيلي بقى، وان الامور تتظبط جوه النادي. ولكن خليني اقول لك ان الامور كلها متعلقه بسبب وجود مجلس اداره النادي الاسماعيلي الحالي، اللي شايف ان انا مش هسيب النادي لناس تيجي تفسد او الناس تيجي ما تقدرش ان هي تغير الوضع جوه النادي الاسماعيلي. فانا هنا باكد لك مره واتنين،
ملف العثمانيين لحد دلوقتي مفيش فيه اي جديد، عشان للاسف احنا كجمهور للنادي الاسماعيلي متعشمين نسمع اي خبر جديد. نفسنا كجمهور للنادي الاسماعيلي اي حد يقول لنا اي معلومه. احنا بنأكد لحضراتكم وبنقول لسه مفيش اي جديد في الملف ده. ممكن كمان ثانيه، كمان دقيقه، كمان ساعه الامور تتغير، ولكن بنحب ان احنا نوضح لحضراتكم كل حاجه. ولكن نتمنى ان الناس دي تيجي فعلا تخش جوه النادي الاسماعيلي. الناس ناجحه جدا جدا في حياتها العمليه بره، ولو طبقوا الافكار دي وطبقوا الاستراتيجيه اللي ماشيين بيها، اعتقد ان النادي الاسماعيلي هيكون في وضع افضل. وللاسف مشكله النادي الاسماعيلي ان الناس اللي بتيجي ما عندهاش طرق ابتكار، ما عندهاش افكار جديده تطبقها جوه النادي، وان احنا ماشيين اليوم بيومه، وان مفيش اي جديد بيتم تطبيقه جوه النادي الاسماعيلي. فالناس دي عندها الخبرات، والناس دي عندها شركات ما بتحبش ان هي تخسر، وبنسمع ارقام عن شركاتهم بملايين الدولارات. فلو ان الناس دي مثلا جم جوه النادي الاسماعيلي وعملوا مثلا ان الشركه بتاعتهم تيجي ترعى النادي، يعملوا اسم شركتهم على استاد النادي الاسماعيلي، الناس عندها فكر واستراتيجيه، فممكن ان هي تخلق لك فرص عشان تجيب فلوس للنادي الاسماعيلي، ويقدروا ان هم يعملوا بقى بذره حقيقيه للاستثمار جوه النادي الاسماعيلي. فاحنا نتمنى ان الاداره تمشي. ممكن حضرتك ترد عليا وتقول لي طب لما الاداره تمشي مين اللي هيمسك وايه اللي هيحصل؟ هقول لك اذا كان لما انت عندك اداره منتخبه ومسؤوله مفيش اي جديد بيحصل، فالعمليه كلها محصله بعضها، والعمليه في الاول وفي الاخر خربانه ومش في مصلحه النادي الاسماعيلي. كمان عشان نختم بقى الموضوع ده ونقول لك ان الاداره زي ما انا اكدت لك في بدايه الفيديو، الاداره متمسكه تماما بكرسي النادي الاسماعيلي، الا اذا حصل تغيرات او في جديد حصل في الامور. ولكن اداره النادي الاسماعيلي عاجزه تماما عن توفير اي فلوس تخش النادي، وان الناس للاسف كانت متعشمه ان هم ياخدوا القرض. ولكن مع الجمعيه العموميه اللي فاتت والجمهور رفض فكره الميزانيه وفكره القرض، فالامور توقفت تماما، وان اداره النادي الاسماعيلي واقفه في نص الطريق. نص الطريق ايه ده؟ في اول الطريق، مش عارفه هي تعمل ايه. فبالتالي احنا عمالين نضيع في وقت كتير جدا جدا، وكل ده ضد مصلحه النادي الاسماعيلي. فلو في اي حد عنده النيه او الفرصه ان هو يخش يترشح او ان هو يمسك منصب داخل النادي الاسماعيلي، فالاداره الحاليه للاسف بتضيع عليه الفرصه دي عشان يعني تقضي على كل حاجه داخل النادي الاسماعيلي. وللاسف لما تيجي تسمعهم في التلفزيون وهم بيتكلموا يقول لك احنا همنا على النادي الاسماعيلي ومصلحتنا نشوف النادي الاسماعيلي في افضل وضع، ولما تيجي تشوف تصرفاتهم وقراراتهم على ارض الواقع تلاقي ان الناس دي بتدمر النادي الاسماعيلي، وان الناس دي عايزه تمحو هويه النادي الاسماعيلي. كلامي قاسي عليهم، ولكن هم يستاهلوا الكلام ده، لان هم للاسف دمروا كل حاجه بنحبها جوه النادي الاسماعيلي. خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده واتكلمنا في بعض الامور اللي ليها علاقه في النادي الاسماعيلي. نأمل ان شاء الله ان الفيديوهات الجايه اللي نعملها يكون فيها اخبار جيده واخبار مفرحه لكل جمهور الاسماعيلي، لان والله العظيم احنا كجمهور نفسنا نفرح ونفسنا نشوف وضع نادينا في افضل حال. الحقيقه كمان خليني اقول لك قبل ما اختم الفيديو، لو حضراتكم يعني كنتوا موجودين في الاستاد او في التلفزيون بتتفرجوا على مباراه الزمالك والاسماعيلي اللي فاتت، شفت قد ايه جمهور نادي الاسماعيلي موجود وبيشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه. هل حضرتك بقى تحسبها كده ان الجمهور ده يستاهل الوضع اللي النادي الاسماعيلي فيه؟ هل الجمهور ده يستاهل اداره مش عارفه قيمه ومكانه النادي الاسماعيلي؟ هل الجمهور ده ما يستاهلش كل حاجه حلوه جوه النادي الاسماعيلي؟ فوالله العظيم نفسنا نفرح ونفسنا نشوف النادي الاسماعيلي يمشي على الطريق الصحيح، بصرف النظر عن الاداره اللي مش عارفه مصلحه النادي، والاداره اللي بتبص على مصلحتها الشخصيه بعيدا عن مصلحه النادي وعن ان النادي مفروض يفوق بقى ويقوم على رجله. كل امنياتنا بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاسماعيلي. نامل الفتره اللي جايه نسمع اخبار كويسه للجمهور، واهم حاجه طبعا يهمني ان حضراتكم تكتبوا ارائكم في التعليقات تحت عشان نتناقش ونتبادل في وجهات نظر بعض. طبعا ما تنساش تدوس لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.